بنات، هذا المصفح اللي أستخدمه بعد الشاور من كلر واو. رائع رائع بدون مبالغة، من أفضل أنواع المصففات اللي تنحط بعد الشاور. ما يدهن الشعر، وفي نفس الوقت يعطيك حماية. وإذا كنت تبغين تستشورين بعده تقدرين تستخدمينه كحماية للتشوار من الحرارة. وهذا روعة برضو، بس هذا ينحط على أطراف الشعر، ما ينحط على الشعر كامل. هذا تحاولين قدر الإمكان تبعدين على الأقل 3 إلى 4 سنتي عن الجذور، ما ينحط على الجذور. هذه كلها المصففات ما تنحط على الجذور ولا على الفروة، فقط الأطراف. هذا برضو روعة من كلر واو. أحيانا استخدم أرمانة برضو كويس، بس إنه ما تكثرين منه لأنه ممكن يكون ثقيل على الشعر. في ناس تقولك لا خفيف ما تحسين، لا في من مشتقات السيليكون أو المينرال أويلز اللي ممكن يكون لها تأثير تراكمي إذا ما تنظف الشعر. إذا ما كنت من الناس اللي يسوي تحرير بشكل دائم وترميم للشعر، ممكن تثقل وتطيح. الأشياء هذه كلها احتمال إنه يكون فيها نسب متفاوتة من السيليكونات الآمنة. في سيليكونات ضارة وفي سيليكونات آمنة. السيليكونات الضارة زي اللي موجود في البلسم. أنواع البلسم جميعها ممنوع تستخدمينها إذا كنت مسوي معالج، لأن شعرك بيصير ثقيل وبيطيح، بيتعرض للتساقط. فالأفضل إنك تحافظين على شعرك بعيد عن السيليكونات الضارة. هذا من الماسكات اللي مليئة بالسيليكونات الضارة، فما أنصح باستخدامه لأنه يسوي مفعول تراكمي وممكن يسوي تخشيب للشعر. هذا إكس، ما ينفع لا كليف إن ولا كماسك. يعني البنات اللي استخدموه أغلب زبايني شفت نتائج عكسية وردة فعل سريعة سيئة، يخشب الشعر فورا، خصوصا إذا كنت تصبغين أو تسوين سحب أو دائما تصبغين شهريا. أنصحك توخرين عن هذا المنتج. قد ما مدحولك لا تصدقين، لأنه أول مرة حتحسين إنه شعرك واو يمشي وناعم، من تاني غسلة حتحسين شعرك بدأ يصير خشن ونافش. هذه مفعولها آمن، ما راح تسبب لك تأثير تراكمي عكسي، بس ما نكثر، كميات قليلة جدا وبعيد عن الجذور. هذا الشامبو اللي استخدمه إنسيدن ديلي يوز. إذا كنتي زي من الناس اللي لازم شاور يوميا، هذا الشامبو من أفضل أنواع الشامبوهات للاستخدام اليومي. تنظيف جنتلي، آمن على الشعر، ما راح يضرك، ما فيه سلفات، مخصص للاستخدام اليومي. حلو للشعور الخفيفة والناعمة والرقيقة اللي نفس نوعية شعري. فهذا من أفضل أنواع الشامبوهات اللي جربتها للاستخدام اليومي، إذا كنتي تبغين شيء غسيل يومي وفي نفس الوقت يرطب. لكن إذا كنتي ما تستخدمين الشامبو إلا مرة أو مرتين في الأسبوع فقط، فالأفضل إنك تستخدمين شامبو يكون نتيجته علاجية وينظف الفروة بشكل آمن، والسلفات اللي فيه يكون نوع سلفات آمن ومناسب بشكل علاجي، يعني يكون محتوي على مواد علاجية زي أحماض الأمينكسل والنياسيناميد. هذا شامبو من أفضل أنواع الشامبو الآمنة للفروة. بس حاولي إنك تبعدين عن الأطراف إذا كنتي حابة تحافظين على نعومة ولمعة الشعر، وإن النفشة ما ترجع لك بشكل سريع بعد المعالج.
super visible. Mais tu sais que c'est pas. هذه الأمبولات من كريستس اسمها سبيسفيك. فيها حمض أمينكسل 15 يونت، يعني تركيزها عالي، يعني تركيز الأحماض داخل هذه الأمبولات مرة عالي. تكفي لاستخدام خلال أسبوع، يعني كل أمبولة يعني تقسمينها على الأسبوع تكفي. وفي نفس المادة من لوريال أمينكسل 1.5 مدموج معاها كافيين وأرجانين، ممكن تستخدم برضو كبديل أرخص لها. وفي من نفس براند الشامبو ديريوكس من فيشي، سيروم برضو للفروة يستخدم بنفس المادة. فكل واحدة تاخد البراند اللي يريحها حسب ميزانيتها. فكلهم متوفرين في الصيدليات وفي المواقع، وكلهم يعطونك نتيجة كويسة على المدى مع الاستمرار على المدى الطويل. طبعا يعني تحتاجين من 6 أشهر لسنة عشان تشوفين نتيجة حمض الأمينكسل، لأنه جدا ضعيف التأثير، لكنه يعزز الدورة الدموية ويوسع الأوعية الدموية في الفروة، يساعد على أنه يكون الشعر أقل تساقط وأكثر كثافة في المستقبل.